ما تاخدش افكار من الروايات، خدها من الكتب. يعني مثلا هنا بيقول لنا ان في واحد اسمه ادجار كيس، الراجل ده المفروض ان هو وسيط روحي، خلى الناس تصدقه بعد ما قعد يقول لهم على حقائق غريبة جدا، وان هو برغم ان هو كان غير متعلم كان بيحل مشاكل رياضية معقدة جدا، هو يشخص امراض ويعالجها. المهم، في مرة من المرات استدعى روح، المفروض ان هي روح واحد من الناس اللي ماتت من قارة اطلانتس، فالروح دي قالت له ان القارة دي كانت متطورة جدا، عرفت الذرة واشعة الليزر والقنابل، وان هي كانت دولة طاغية كانت عايزة تستعمر مصر واليونان. بعد كده حصل خطأ هندسي أطاح بيها كلها. طيب، ماذا لو بقى ان احنا نستخدم نفس الفكرة دي ولكن بطريقة مختلفة شوية؟ يعني مثلا نقول ان كان في عيلة، المفروض ان هي دلوقتي الاب وام ماتوا، فالورث البنت هي المفروض هتاخده، ولكن عمامها زوروا الوصية وكتبوا ان هما اللي ياخدوه، فالبنت دي حابة تنتقم منهم، فهتتفق مثلا مع واحد يعمل نفسه اكنه هو وسيط روحي، وان هما يكونوا بيصدقوا طبعا في الارواح وكده، وبعد كده تخليهم ان هم حاجات غريبة تحصل في البيت تكون هي اللي بتدبرها، فهم يروحوا للوسيط الروحي ده، ويبدأ ان هو كل شوية يخليهم يودي فلوس لحتة معينة يتبرعوا او بيها مثلا لمؤسسة معينة، يمضوا على ورق معين هو بيحولوا الورق من بنك اكاونت لبنك اكاونت، بحيث ان البنت دي تاخد في الاخر كل الورث بتاعها. بس احكي لي يا عزيزي كده، لو انت اللي هتستخدم نفس الفكرة دي في الرواية بتاعتك هتستخدمها ازاي؟ لكن الاهم من كده عزيزي الكاتب، هو زي ما قلت لك،